بل أنا أذكر شيئا لا أنساه. كان اللي أنا بدرس لهم كانوا في ثالثه ابتدائي رابعه ابتدائي، طبعا هم دلوقتي خلاص كبروا وبقوا مناصب يعني وكده. فحبيت طلعت في دماغي مرة بعد صلاة العشاء، وما كانش في أيامينا كهرباء، كانت المغرب بيدن الدنيا ضلمة في الدنيا بقى في الأرياف كلها يعني. خطر ببالي إن أنا أخد الجماعة دول وأروح المقابر عشان نتعظ. واخد بالك؟ خدت الولاد أول ما رحنا المقابر، وأنا طبعا عمال أكلمهم عن المقابر، عمال أنا طبعا متماسك وأنا جوه قلبي برفرف مرعوب يعني. أول ما دخلنا المقابر لقيت العيال بيمسكوا في رجليا ويمسكوا في إيديا والكلام ده. طبعا طلبة العلم مسكته في إيديا ورجليا دي كانت رعباني أنا. وكان في واحد يعني قريبنا ميت جديد، والناس كانوا عارفينه يعني، بقى له مدفون بقى له 3-4 أيام، ولسه حتى السدة بتاعته لسه طين وحاجات زي كده. فانا بقى ايه، قمت واقف قدامهم قلت لهم عارفين مين اللي في القبر؟ كله مسك في رجليا انا نفسي اترعبت. قلت لهم فلان الفلاني الذي مات، احنا كلنا. المهم انا خفت، عيل صرخ كده خفت يجيله صرع. طبعا يعني ده من فهمي انا وفقهي. طبعا هذا خطأ، كان خطأ شديدا. انا عملتها مرة واحدة بس، وانا خفت بعد كده ان انا اعملها، ممكن عيل يجيله صرع ولا حاجة، او انا ممكن انا اللي يجيلي صرع. للخوف على الكل. ده برضه ما انا اقول لك، ده من الفهم يعني، اللي الواحد كان متحمس عايز يعمل اي حاجه للدين والكلام ده، بس ما عنديش العلم يعني.